السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. معاكم يوميات سمر رمضانية. النهارده بقى يا حبايب قلبي هعمل معاكم بقى طريقة عمل الكيك. طبعا بقى معايا المكونات بتاعتي بقى عبارة عن ايه: 2 كوب ونص دقيق، اللي هو الدقيق الفينو اللي هو الزيرو يعني. طبعا 2 كوب ونص دقيق ونخلاه. ومعايا كوب ونص سكر. انا بعمل كوب ونص سكر، حسب بقى رغبتك، انت عايزه تزودي سكر تزودي، بس انا بحب اعملها كوب ونص سكر عشان ما يكونش مسكره اوي ولا عادبه اوي، حسب رغبتك. ومعايا بقى 1.5 معلقة اللي هو اللبن نيدو. ما فيش عندي طبعا بقى عصير برتقال وكده، فقلت لازم اعملها باللبن النيدو. معايا 2.5 معلقة لبن نيدو، او عندك لبن اللي هو اللبن الحليب عادي مش مشكله. ومعايا كوب زيت. ومعايا بقى طبعا كوب ميه فاترة. وبعد كده معايا 4 بيضات، 4 بيض. ومعايا كيس شيف كيك. ومعايا كيس فانيليا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى يا حبايبي اضرب كله بقى في الخلاط. هحط بقى طبعا الكوب الزيت في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هحط اللي هو ال4 بيضات زي ما انتوا شايفين كده. وهحط الكوب المية الفاترة. وبعدين هحط اللي هو 1.5 معلقة لبن نيدو زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هحط المعلقة كوب ونص اللي هو كوب ونص سكر زي ما انتوا شايفين كده، كله في الخلاط. واحط بقى اللي هو الكيس الفانيليا زي ما انتوا شايفين كده. وهضرب بقى كله في الخلاط. وادي بقى يا حبيبي ضربت كله في الخلاط. هنزل اجيب بوله زي دي كده، وهنزل بقى في البول زي ما انتوا شايفين كده اهو. زي ما انتوا شايفين كده اهو. زي ما انتوا شايفين كل الخليط نزلته كده. طبعا بقى هنزل بقى بالدقيق. طبعا مش هنزل الدقيق بقى كل مره واحده، لا، شويه بشويه، شويه بشويه، مش هنزله بقى كله. وهمسك بقى طبعا الكيس الشيف كيك طبعا دوت، هحطه احطه على الدقيق وكده الكيس كله زي ما انتوا شايفين كده اه. وهقلب كده برضو في اتجاه واحد، ما تروحيش وتيجي، لا، لازم تكون في اتجاه واحد بالمضرب كده. عندك بقى مضرب كهرباء عادي، عندك مضرب اللي هو اليدوي دوت اللي انا بعمل دوت بيه ده عادي مش مشكله. وتروحي تفضلي رايحه اتجاه واحد بس اه. طبعا بقى قلبتهم اهوت. هعوز كمان شويه دقيق، هنزل بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده. اتجاه واحد برضه.
عشان لو رحت رايحة جاية كده تحس ايه اللي هي العجينة هتاخد منك هوا. بس كده اتجاه واحد بس زي ما انتوا شايفين كده. تفضلي تقلبي 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 ايه تحوش الدقيق منها عشان ايه متبقاش مكلكعه وكده بتكلكع منك. طبعا بقى ايه سمكها بقى كويس اهو، ولا تخينه قوي ولا خفيفه قوي زي ما انتوا شايفين كده. هتعوزي بس كمان شويه دقيق، هحط لها كمان شويه دقيق بس كده. ولو حسيتي برضه اللي هي تخنت منك كده عادي، لو حطيتي مثلا الدقيق كله وحسيتي في الاخر ان هي تخينه منك هتجيبي شويه ميه برضه فاتره وتقلبها برضه كلها ببعضها. بس انا كده سمك العجينه بتاعتي يبقى كويس ولا تخينه ولا خفيف كده. ايه خلصت ديت. هجيب بقى طبعا ايه صينيه زي دي كده، قارب زي دي كده، واحط بقى في ايه نقطه زيت. احط بقى في نقطه زيت وايه وهعملها كده، وادهن الصينيه زيت بالفرشه زي ما انتم شايفين كده، الجنوب بتاعتها الحافيه بتاعتها والوسطانيه كده، عشان ايه بحيث اما اجي اطلع الكيكه ما يكونش ايه متلزقش مني في الصينيه، تطلع ايه الخلطه بخرطتها وكده زي ما انتم شايفين كده. دهنت ايه الوش والجنوب بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. وهاجي بقى ايه بشويه دقيق برضو كده واحطهم ايه في الحافيه في الحواف برضو وفي ايه وفي الجناح زي ما انتم شايفين كده اهي. رشة دقيق ايه خفيف زي ما انتم شايفين كده كده طبعا ايه والدقيق ايه خلاص ايه راح منها. هجيب ايه بقى طبعا ايه بقت عامله زي الكريمه، هنزل عليها ايه بقى كلها كده في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. هنزل بالصينيه كلها ما شاء الله. ايه ولازم ايه بتحطيها ايه تهزها برضو ايه كده ما شاء الله. وادخلها بقى ايه احطها بقى فين، احطها في الفرن. وادي بقى يا جماعه خلاص ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن. بعد ما طلعت من الفرن بقى هجيب ايه هجيب شويه جوز الهند كده اللي هو جوز الهند الرفيع زي ما انتم شايفين كده، وهرشها عليها كده وهي لسه سخنه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله. وطبعا بقى درجه الحراره الفرن بتجيبي الصينيه اللي زي دي كده او اي صينيه بتاعتك بتجيبيها وتحطها على الشبكه بتاعه الفرن، والنار بتاعه الفرن ولا تكون عاليه قوي ولا واطيه قوي متوسطه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله. ما شاء الله بألف هنا وشفا على اللي هياكل. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تحطوا له لايك وتشتركوا معايا في القناه. شايفين بقى يا حبايب قلبي ما شاء الله شايفين السمك بتاعها ما شاء الله بألف هنا وشفا. شايفين ده القعر بتاعها وده وشها قعرها زي وشها بالظبط ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله بألف هنا وشفا. تعالوا اتفضلوا معانا.